السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ جمعة طيبة مباركة عليكم، ما تنسوش الدعاء لفلسطين، يا رب انصر فلسطين، يا رب انصر غزة واهل غزة يا رب. الدعاء لغزة. طيب نبدأ سريعا كده ونبدأ بالزمالك. بينجح الأستاذ عمرو الجنايني في بقاء الونش 3 سنين، والونش زملكاوي 3 سنين. كل الشكر للكابتن عمرو الجنايني، كل الشكر للكابتن حازم إمام. طبعا الاستاذ عمرو الجنايني معروف يعني في مدير الكوره غير الاداره. يعني الزمالك عنده 3 ادارات: لجنه الكوره، والاداره نفسها اللي هي كابتن حسين لبيب والكابتن ممدوح عباس. 3 ادارات. يعني احنا عندنا بالمثل في البلدي كده، بيقول لك المركب اللي لها رئيسين بتغرق، لكن دي 3. فربنا ربنا يستر، ربنا يستر. كمان بيطلع علينا الكابتن ميدو على قناة مودن، بيقول ان زيزو عليه فلوس، وابوه ووالد زيزو بيقول عليه فلوس، له 70 مليون. فمش عارفين الحقيقة فين. ما حد يطلع يوضح كده ويبقى اوراق ولا حاجة يريح الدنيا شوية. فطبعا كمان بيصرح بيقول ان بيسيريو مدرب كبير، وبسيريو مدرب كبير وخفض عقده وعمل بس فين البصمة بتاعته؟ هو يعني حتى لو هيجي يشتغل ببلاش لكن ملوش بصمة، هعمل به ايه؟ فطبعا الإدارة نفسها، يعني عندك الكابتن خالد حسنين والكابتن محمد طارق والكابتن رامي نصوحي محترضين على بقاء بسيريو، وعايزينه يمشي ويجي مدرب مصري يكمل ماتش الكاس. الإدارة تقول لك لا، يكمل الكاس، نخرج من الكاس وبعد كده نمشيه. يعني ايه؟ هو كده، يخرج من الكاس وبعد كده نمشيه. كمان الاستاذ كابتن ميدو بيقول ان عبد الله السعيد اجل تجديد عقده. يا كابتن ميدو، يا كابتن ميدو، لما يبقى عبد الله السعيد، لما يبقى عبد الله السعيد ومحمد السيد. يعني انت عندك عبد الله السعيد، وعندك محمد السيد، وعندك ناصر ماهر، وعندك حسام عبد المجيد، وعندك زيزو، وعندك الونش. لما يبقى كلمة اللعيبة دي كلها في الإدارة، والإدارة موجودة وفيها مشاكل ومش راضيين يجددوا وزعلانين وكده، تعرف إن في حاجة غلط في الإدارة، تعرف إن في حاجة غلط في الزمالك. لما يكون الكباتن دي ده مش احتياطيين ولا، لا ده لعيبة كبيرة، فلازم يكون في حاجة غلط. هو ده عبد الله السعيد اللي كان عبد الله السعيد جاله أكتر من عرض واحتمال يمشي، يعني احتمال بنسبة كبيرة المطرداش هيمشي. فليه بقى يبقى في حاجة غلط في الإدارة؟ يبقى مش هنتكلم. المركب اللي لها رئيسين يا بلد دي 3. فربنا يستر. طبعا كل الشكر طبعا للأستاذ عمرو الجنايني، وحاجة بصراحة هو اللي شغال في الزمالك. ندخل بقى سريعا كده على النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده ماتش حاسم مع بيراميدز، والماتش ده هيفرق كتير في الدوري، والماتش ده بنسبة كبيرة يحسم مين بطل الدوري. وطبعا بيراميدز بيستعد استعداد وعامل مكافآت وكل حاجة بيراميدز عاملاها. والماتش ده هيحدد مين بطل الدوري، وماتش هيحدد كتير، هو هيحدد ماتش القمة. يعني الماتش ده هيحدد ماتش القمة. الاسبوع الجاي هتلاقي بعد الماتش ما اتلعب ماتش بيراميدز. طبعا في حاله فوز بيراميدز او تعادله بنسبه كبيره الدوري في بيراميدز، بنسبه كبيره الدوري في بيراميدز. طبعا كل التوفيق ان شاء الله. كمان الاهلي بيقابله مشكله كده زي مشكله بنتايج مع الزمالك، بعدم تصريح السفر لجنوب افريقيا. طبعا لانه ما معهمش الاقامه لكن اقامه مصريه، ما معهمش اقامه مصريه. طبعا عشان اللاعب ويسافر لازم يكون معاه اقامه مصريه. فاللعيبه اللي هي 4 لعيبه من الاهلي ما معهمش اقامه مصريه: اشرف بن شرقي، اشرف داري، يحيى عطيه الله، جرد شار. فمشكله هتقابل النادي الاهلي. فهيلحقوا من دلوقتي يكلموا متسمبي اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي، اللي هو اساسا جنوب افريقيا. فهنشوف هو هترسى على ايه. طبعا كل الشكر لنادي الزمالك. شكرا لكم، وما تنساش الاشتراك واللايك. السلام عليكم.